تجهيزات رمضان ومشتريات رمضان. تعالوا نبدأ يومنا بفنجان قهوة يصحصحنا كده، وندخل على المشتريات بالأسعار. ومن المشتريات حاجة أساسية جدا جدا، دي أول حاجة هتبدأي بيها تفريزات رمضان بجد بقى، وندخل في الجد والجديد شديد. هتقدرش تستغني عن الوصفة ديت في كل أكلاتك في شهر رمضان إن شاء الله. هنخزنها وهنخليها موجودة عندنا، وأهم حاجة أهم حاجة يكون عندنا البركة في كل حاجة بنعملها. زي ما متعودين كل حاجة بنجيبها بنحط ايدينا عليها ونقول اللهم هذا رزقنا ما له من نفاذ. ودايما دايما طول ما اذكارك ملازماكي، طول ما بركه ربنا معاكي. حوطي نفسك بالاذكار، ابدأي يومك كده، استنشقي هوا نظيف كده، تأملي الطبيعه بتاعت ربنا وقولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قولي الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت السلام الوهاب. عليكم ادعي ورحمة ادعي الله باللي نفسك وبركاته. فيه. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ وحشتوني وحشتوني يا بنات. اسفة على صوتي، واضح ان انا صوتي كان تعبان شوية اليومين اللي فاتوا. الحمد لله على كل حال. اي حاجة بتجيلنا سواء كان تعب سواء كان ابتلاء سواء كانت مشكلة، كلها اقدار من الله عز وجل. نحمد ربنا عليها ونشكر ربنا عليها انه حبيبنا وفاكرنا. وزي ما متعودين في كل فيديو بنبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونزرع نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هنشوف مع بعض المشتريات اللي انا جبتها امبارح والنهارده، يومين ورا بعض ومتقسمين على يومين، وهتشوفوا ما شاء الله بركه ربنا اللي ربنا رزقنا بيها في الاسعار، وان شاء الله كمان يرزقنا البركه في الكميه باذن الله، ان شاء الله باذن واحد احد. شوفوا بقى البركه اللي جت معايا وانا بصور في الفيديو. انا كان عندي الراديو ده ما شاء الله بصراحه، ده ونيسي زي ما انتم عارفين من بعد الله. طول ما انا واقفه في المطبخ مشغلاه على اذاعه القران الكريم، بيعينك على الطاعه. عندي حاجتين اتنين اساسيين معايا في يومي، هوريها لكم كده دلوقتي. هي كانت جنبي قدرا كده، بسم الله. طول ما انا في المطبخ انا معايا الراديو ده، تمام، بيذكرني وبيخليني اذكر الله واسمع فتاوى واسمع قران. يعني ما شاء الله تبارك الله مونسني جدا في المطبخ، ومش بحس بالوقت ابدا ابدا، وبيكون في بركه في كل حاجه بعملها. ايه اللي حصل يا هنا؟ هوريكم بقى الحاجه التانية اللي ملازماني. ان انا اكتشفت اني علشان بشغله فترات طويله يا بنات، شايفين السلك بتاعها عامل ازاي؟ عايزاكم تبقوا تخلوا بالكم لو اي حاجه بتحطوا الفيشه بتاعتها فتره طويله. شوفوا ساحت من هنا، كانت ممكن تكهرب حد او كان ممكن تعمل قفله في الشقه. اللهم لك الحمد ان احنا شفناها ولحقناها. فطبعا بقالي يومين مش عارفه اجيب فيشه تانية، كل ما اسال الراجل اللي جنبنا ما عندوش. فالحمد لله وانا بكلمكم دلوقتي لقيت محمد ابني ربنا يبارك فيه جاي وقال لي يا ماما الراجل قال انه جاب الفيشه اللي انت كنت طالباها، وجاب لي فيشه جديده زي ما انتم شايفين اهي، لسه فكاها اهو ما شاء الله. تحسيها متينه كده، يا رب ان شاء الله تعيش وتعمر معانا ويكون فيها بركه باذن الله. ومبسوطه جدا 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 ان انا ان شاء الله خلاص هرجع اسمع اذاعه القران الكريم تاني، ما شاء الله تبارك الله. ايه بقى الحاجه التانية اللي ملازماكي يا هنا؟ زي ما قلنا طول ما اذكارك ملازماكي طول ما بركه ربنا معاكي. الحاجه التانية هي صاحبتي وحبيبتي دي سبحتي. يبقى الراديو بتاعي في مطبخي والسبحه معايا طول ما انا قاعده في اي مكان، اي مكان، في الاوضه، وانت قاعده مع الولاد وانت مشغوله في اي حاجه. وبرده خلي ايديكي سبحان الله ذاكره دايما لله، ولو ذكر اتنين هي هتفكرك. صدقيني طول ما هي في ايديكي طول ما هي هتفكرك وتذكرك. انا في الشغل موجوده معايا في جيب البلطو بتاعي، لازم علشان تذكرني برده بذكر الله وصلي على النبي كتير. مش لازم تعدي عدد معين، لكن المهم ان هي تذكرك بالصلاه على النبي او بالاذكار او الاوراد زي ما انتم عارفين. فكده ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين، دي الحاجه اللي جت معانا حاليا دلوقتي. سبحان الله قدرا كده، الحمد لله على كل حال. وربنا يثبتنا جميعا يا رب ويرزقنا الرضا بالاقدار، اللهم امين. تفريزات رمضان وتجهيزات رمضان اللي احنا دايما مديانا احساس بالبهجه والتفاؤل والسعاده. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنبدا التفريزات بايه وهنعمل ايه النهارده؟ الحمد لله الحمد لله هنبدا مع بعض سلسله تفريزات اللي هي اهم تفريزات ممكن تدخلي بيها على رمضان، اللي انا هفرزه معاكم المره الجايه باذن الله. هتشوفوا معايا دلوقتي وهنفرزه ما شاء الله تبارك الله. ده الاساس لكل الوصفات في رمضان، وكانت غاليه جدا 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 الفتره اللي فاتت، ونقول نعمه وفضل من عند ربنا عز وجل. نشوف بقى المشتريات ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه انا جبتها يا بنات، كل سنه وانتم طيبين. خليني اخد بس شويه قهوه علشان اصحصح معاكم. دي البطاطس اللي هي الجديده يا بنات،
البطاطس الجديده، زرع جديد يعني، كل سنه وانتم طيبين. الزرع الجديد ده طلع ارخص من ديكا، الثانيه كانت ب 25، دي ب 15. حلوه، جبت 2 كيلو ب 30 جنيه. بس ما تجيبيش منها كميه كبيره علشان بتدبل، يعني بتكش كده وتدبل سبحان الله. فانا جايبه بس على اساس ان احنا ايه يعني هيكفوني الاسبوع ده وخلاص على كده. جبت 2 كيلو ب 30 جنيه من البطاطس، بصراحه بتبقى حلوه جدا. هعملها برضو وصفه حلوه، عايزه احاول اعملها معاكم ما شاء الله، من المواصفات المدبره والموفره. جبت ايه تاني هنا؟ جبت المضاد الحيوي الطبيعي وفيتامين سي اللي بيمنع الامراض على قد ما بنقدر، ونزود مناعه ولادنا ونخليهم ما شاء الله تبارك الله يعني مناعتهم قويه بحاجات ربنا خلقها لنا طبيعيه. شوفوا ما شاء الله البرتقال قمر ازاي يا بنات، شوفوا ما شاء الله، شوفوا شكل البرتقال. برتقاله تنقيها يا بنات تكون بتلمع زي ما انتم شايفين، وتكون القشره بتاعتها ناعمه. لو القشره خشنه مش هتبقى حلوه، مش هتبقى كلها قشره، لكن الناعمه ديت اللي هي البرتقانه بسره ده، النعمه فيها بتبقى طعمها مسكر وجميل قوي. جبت 3 كيلو، الكيلو ب 15 جنيه، فجبت 3 كيلو ب 45 جنيه. مش هيكملوا لك فيتامين سي ولا اي حاجه ممكن نوع دواء ولادك يحتاجوه لا قدر الله، فاحنا نحاول نقوي مناعتهم ومناعتنا احنا كمان بحاجات طبيعيه كده. بما قلنا فاكهه بقى، فالولاد كان نفسهم في الموز، فانا جبت لهم الموز يا بنات اهو، مش عارفه اطلعه اهو. جبت لهم موز، جبت لهم 2 كيلو، الكيلو ب 35 جنيه، فضل ونعمه من عند ربنا. كان نفسهم في الموز بصراحه، يعني مش دايما بجيبه، بس ما دام قبضنا بقى قلنا ايه يعني، قبضنا نفرجها على اولادنا عشان ربنا يفرجها علينا، ونطعمهم على قد ما نقدر، نطعمهم باللي تقدري عليه. برضو اول مره، انت مالك يا هنا النهارده اول مره؟ والله فعلا، لان انا بقالي كتير جدا ما نزلتش السوق يا بنات عشان كنت تعبانه الفتره اللي فاتت. الحمد لله، ادعوا لي ربنا يعافيني، ربنا يعافيني ويعافي كل مبتلى، اللهم امين يا رب العالمين. جبت الخس، وده اول مره اجيبه السنه دي، شوفوا ما شاء الله ابيض وجميل وقمر وطازه خالص يا بنات ما شاء الله. جبت الخصايه دي على بعضها كده ب5 جنيه، الخصايه ب5 جنيه. الكنج اللي هنفرزه جاي، خليكم مستنيين بس. جبت كمان ازازه الكاتشب دي كيلو كامل، لو تفتكروا احنا كنا بنجيبه ب 44 جنيه. ابني راح يجيبها النهارده، امبارح اسفه، راح يجيبها امبارح على 57 جنيه، زادت برضو، بس الحمد لله يعني ايه، كميه بصراحه بتبقى كبيره وبتقعد معايا فتره طويله. ودي مربى فراوله، تمام، انا مش عارفه هي وزنها كام بالظبط يا بنات، بس هي ما شاء الله كبيره. الوزن الصافي 900 جرام تقريبا او 950، تقريبا كيلو. ديت مربى فراوله تبع منافس الجيش، زي ما جبت اللحمه قبل كده، ما شاء الله ب 70 جنيه. كل البرطمان ده يا بنات ب 70 جنيه، بصراحه حلو جدا جدا جدا. في منه تين وفي منه فراوله، عندهم برضو عسل نحل، وعندهم زيت زيتون، ما شاء الله حاجتهم كلها حلوه واسعارها حلوه. بتبقى مكان كده عباره عن منافذ تبع القوات المسلحه، بصراحه بتبقى حلوه جدا وحاجتهم رخيصه وجميله قوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمك يا رب، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. كده تمام، يبقى كده المربى. ندخل بقى على الكينج. اللهم صل على سيدنا محمد. بابانا كان جايب لي امبارح طماطم، لقيها يا ست البنات انت يا قمرايه الكيلو ربع ب10 جنيه. شوفوا حلوه جميله بصراحه، حلوه جدا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الكيلو ربع ب10 جنيه، صراحه حلوه قوي. فجاب كيس فيه 2 كيلو ونص، قال لي وانا كمان يعني بعد ما جاب 2 كيلو ونص راح جايب كمان كيلو وربع كمان، يعني جاب لنا 30 جنيه طماطم. شوفوا ما شاء الله طماطم حلوه ازاي يا بنات، جميله اللهم لك الحمد. يبقى امبارح هو جاب لي ايه؟ جاب لي 2 ونص، وجبت كيلو وربع. انا النهارده طبعا اللي نزلني السوق ان كنت رايحه اجيب رحيم من حضانه، فلقيت الطماطم دي الناس كلها واقفه عليها، ايه يا جماعه الطماطم بكام؟ قالوا الطماطم الكيلو ونص ب10 جنيه. ما شاء الله برضو سليمه وصحيحه زي ما انتم شايفين، وجميله وقمر اهي ما شاء الله تبارك الله، برضو حلوه وسليمه، مش مدعكه ولا مفعصه ولا اي حاجه خالص، زي ما انتم شايفين كده يا بنات ما شاء الله حلوه جدا. صلي على محمد يا بنات صحيه اهي. جبت انا بقى كام؟ جبت 2 كيلو ونص ب20 جنيه. شوفوا ما شاء الله الكميه، هوريكم، هبعد الكاميرا واوريكم.
بكده هي دي كل الكميه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، دول 2 كيلو ونص اللي انا جبتهم، ودول كيلو وربع، واتنين ونص دول تانيين اللي جم امبارح. يعني ما شاء الله تبارك الله الحاجات كلها جميله وحلوه. كل الكميه دي ان شاء الله انا مش عايزه استخدم منها اي حاجه، هنعملها اول تفريزات في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. تفريزات رمضان 2025 احلى تفريزات وبركه في الارزاق، اللهم امين. عايزاك تلزمي الصلاه على النبي. الصلاه على النبي هتفتح لك كل الابواب. يوم كله هيبقى بركه، يوم كله هيبقى اجر، يوم كله هيبقى حسنات. هتحطي حسنات في ميزان حسناتك، هتاخدي بركه في الاخره ان شاء الله في الميزان حسناتك، وهتاخدي بركه في الدنيا. صدقيني رضا وسكينه وراحه بال ورضا نفس لا تتخيليها. عايزاكم كل يوم وانتوا ساجدين كده قولوا اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. خلينا ناخد من عطايا ربنا وهبه ربنا لينا. الارزاق ربنا كاتبها لنا هناخدها بالسعي، لكن الهبه دي عطيه من الله عز وجل. نتمنى كلنا ربنا يوهبنا كل اللي نفسنا فيه، واهم حاجه السكينه والراحه والاحساس بالطمانينه والرضا. الرضا على اقدار ربنا كلها كلها كلها. لو احنا شايفينها في الدنيا شر هي اكيد خير، بس ربنا منعك من حاجة عشان يديك الاحلى. طول ما ربنا في حاجة معينة انت حاسة ان هي مش معاكي، قولي يا رب انت اخدت دي عشان هتديني الاحلى، وانا مستنية الاحلى. يعني ما شاء الله تبارك الله. خلي حياتك كده كلها كلها لله وفي الله. حبي في الله، اعطي لله، زكي لله، صلي الرحم لله، بري اهلك لله، ساعد المحتاج لله. خلي كل عمل خالص لوجهه الكريم. ويلا بقى الفيديو الجاي انتظروني بقى في اقوى واهم واحلى تفريزات طماطم هتكفيكي، لان دي الاساس اللي لازم تدخلي عليه في شهر رمضان، اللي هو الطماطم اللي هي اساسيه في كل الوصفات. بحبكم يا حبايب قلبي، ربنا يدومكم نعم على قلبي. وحشوني ونفسي اتكلم معاكم كتير، بس والله العظيم انتوا شايفين صوتي الحمد لله. ادعوا لي ربنا يعافيني من الابتلاء اللي انا فيه، ولو هو ربنا كاتبه عليا انا اللهم لك الحمد راضيه رضا تام 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 على ابتلاءك يا رب. الحمد لله انا احسن من غيري مليون مره. الحمد لله بس ان عندي لسان ذاكر ليك، عندي عينين تقرا القران، عندي عينين امشي بيها واتصدق واصل رحم واروح باماكن تعني على ان انا اقرب منك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزقني واياكم الصحه والعافيه والراحه والطمانينه والسكينه. وما تنسوش وصيتي ليكم، راديو جنبك يسكرك بالقران وبالعبادات. سبحه في ايدك ايا كانت السبحه، سبحه في ايدك تذكرك كده بالذكر طول ما انت قاعده. صدقيني زي ما قلنا اذكار على الحيطان تحوطك فتفكرك بالاذكار. انا علشان حاليا في المطبخ اللي انا موجوده فيه الجديد ده صغنطوط كده ولسه مش سيراميك قوي كله، يعني مش كله سيراميك، فمش عارفه الزق الورق على الحيطان قوي. هلاقي لها فكره ان شاء الله قريب وهعملها باذن الله معاكم، وان شاء الله هنشوف مع بعض باذن الله اذكار وحاجات حلوه هندخل بيها على شهر رمضان، وتنظيفات بقى وترتيبات، وهتشوفوا معايا المطبخ كله كامل الجديد ده ان شاء الله الصغنن المحندق. مين اللي عايزه تشوف مطبخي الجديد وترتيبي فيه؟ مين؟ يلا اللي عايزه تشوف مطبخي الجديد وترتيبي فيه وازاي هننظمه ونظبطه، ولو حتى مطبخك صغير جدا ازاي هترتبي كل حاجه جواه، انزلوا بقى في التعليقات واكتبوا لي. وما تنسوش تصلوا على النبي. وحابه ارحب بكل اخواتي الجداد اللي موجودين معايا، وجودكم على راسي من فوق، وربنا يديمكم نعمه على قلبي. واخواتي اللي موجودين من الاول معايا يا رب يديم محبتنا في الله ولله. بحبكم من جوه قلبي، نفسي اقول اسمكم اسم لان كلكم غاليين على قلبي. كل واحده بتحبني في الله احبك الذي احببتني فيه. كل واحده بتقول ذكر من الاذكار اللي انا بقوله يا رب يا رب يجعله في ميزان حسناتك وميزان حسنات كل من تحبي. اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم يا حبايب قلبي، وانتظروني. عارفه اني مقصره في الفيديوهات، بس ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه ربنا هيعيني ان شاء الله ويقويني، وانزل معاكم سلسله فيديوهات حلوه كده تشجعنا لدخول رمضان ان شاء الله. انا بكلمكم يا بنات، شوفوا الاكياس بتتحرك من الهواء ازاي، في هواء جميل، نسمه هواء جميله جايه من البلكونه. استنى اما اوريها لكم اهي. شايفين ما شاء الله البلكونه دي بتجيب هوا حلو قوي في المطبخ. البلكونه دي المفروض ان هي في المطبخ يا بنات، بصراحه بتجيب هوا تحفه. اي نعم لما بكون بشغله البوتاجاز لا يمكن افتحها علشان النار بتطير، لكن في الوقت العادي بصراحه بشم شويه هوا. يا رب يا رب يرزقنا بريح الجنه والفردوس الاعلى بجوار نبيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم يا ارحم الراحمين. بحبكم بحبكم بحبكم. استودعكم الله.